أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم على راديو الحرية مباشر من جديد بعد غياب لمدة شهرين وشوية. بمناسبة عيد الثورة باش نحكوا على تفاصيل 14 في 2011 اللي كل الشعب التونسي يستنى في يعني في مفاجآت، مش يعرف سر 14 في وهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما شفنا في بعض التصريحات اللي مسؤولين كيف الجنرال رشيد عمار وسامي سيكسالم وسمير الترهوني اللي كانت يعني تصريحاتهم في ما يتعلق بأحداث 14 جان في 2011 كانت يعني متناسقة أما متضاربة في مجريات الأحداث، كما حكى يعني ضابط الاستمرار لقاعة العمليات بقصر كرتاج والعديد من الأعوان والمسؤولين اللي كانوا حاضرين للحادثة، إنه الضابط يعني العقيد سامي سيكسالم كان يعني أعلن على هروب بن علي قبل ما يخرج بن علي، يعني وقت مشى بن علي للمطار ومازالت ما ثماش يعني خبر مؤكد انه باش يطير مع العائله بتاعه للسعوديه. الوجهه كانت الى قطر وبعد مشى للسعوديه. المشكله وقتها انه قبل ما يخرج بن علي يعني بساعات كان اتصل بالوزير الاول غنوشي وفؤاد المبزع باش يقوم يعني بالاجراءات لتسليم السلطه، وبالرغم انه بن علي مازال ما خرجتش الطياره نتاعو. هذا يدل انه سامي سيكسالم يعني كان يحذر وكان يعلم انه بن علي ماهوش باش يرجع، ولا كان يعني مشارك ويعرف البرنامج انه ما همش باش يخلوه يرجع لقصر كرتاج. وبالنسبة لسمير الترهوني كيف يعني أول مرة نسمع أنه ضابط يخرج من غير تعليمات، ومن بعد يعني شهادات كيما هيثم الدرتوري ولا شهادات اللي كانوا حاضرين انه كان يتصل بجنرال الامر هذا ما عرفناش شكون، يعني المون جنرال اللي يحكي عليه هل كان السرياتي ام كان رشيد عمار ام كان ثم جنرال اخر يعني كان مختفي.
وبالرغم يعني قام بحجز، يعني وقع القبض على عائلة طرابلسي في المطار، وكان يعني ينسق مع المرأة متاعه اللي كانت في برج المراقبة، يعني كانت معينة في برج المراقبة في مطار القرطاج قبل ما يخرج الرئيس ويغادر البلاد التونسية. يعني هذوما كانوا مش نقولوا كانوا بريسكي، يعني ريسكي مش لدرجة ماشي، مازال رئيس الدولة عنده النفوذ متاعه وعنده يعني الحرس متاعه، وهو يقوم يعني بعملية كيف العملية هذه. وما ننسوش انه يعني وش يدعم كان نسق مع الجماعة هذوك. مالك علاش نقولوا انه وقع انقلاب على رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، اللي هو بيدو يعني عمل الانقلاب على الحبيب بورقيبة، والحبيب بورقيبة عمل الانقلاب على البيات. يعني هذه هو العادة، يعني ورثينا انه اي رئيس يجي يعمل انقلاب على الرئيس اللي قبله. نرجع نقولوا انه ثورة مش ثورة، احنا نعتبرها ثورة لانه الشعب صحيح خرج عمل الانتفاضة متاعو وخرج ضد النظام، وكانت يعني حصيلة الاحتجاجات هذه شهداء أكثر من 100 شهيد. ذلك علاش يعني نعتبرها ثورة، لكن مش كاملة. الثورة هذه ما كملتش، لأنه في كل الثورات يعني يكون محاسبة كل الزعماء وكل القيادات في النظام السابق والبناء. يعني الثوريين هو بيدهم هم اللي يبنوا دولة جديدة. يعني شفناش احنا اللي خرجوا عملوا الثورة يحكموا تو في البلاد، يعني جت احزاب من بعيد ما عنديش دخل في الثورة، والسياسيين نشوفوا لهم الكل ما عندهمش دخل في الثورة وما شاركوش في الثورة الا قلة منهم القليل. يعني هذاك علاش بالنسبة لي انا شخصيا ما نعتبرهاش ثورة.